كاينين جوج ديال الانواع ديال الناس، كاين اللي كيلبس الاوفر سايز وكاين اللي كيشوف ولاحظ باللي كلشي ولا كيلبس الاوفر سايز، ولكن كاين اللي كيدير اخطاء. فاليوم غادي نعرفوا شنو هو هذا الستيل هذا اللي بزاف ديال الناس كيلبسوه بشكل غلط، وغادي نشوفوا النقط اللي غادي يخليوك تلبس الاوفر سايز بشكل صحيح وواعر على الناس الاخرين. اولا شنو هو السبب اللي يقدر يخليك تلبس ستيل ديال الاوفر سايز، وعلاش اصلا هذا الستيل انتشر بزاف وكثر من القياس كاع في هذه السنوات الاخيره؟ ببساطه الجواب يقدر يخلي اي واحد يولي يلبس هذا الستيل هذا، والسبب الاول هو الراحه. ستيل مريح لواحد الدرجه ما يمكنش، كيخليك مرتاح وما مزيرش واخد راحتك. فحتى في لاصال مثلا الا ترينيتي بشي هودي ولا شي تيشيرت لي اوفر سايز غادي تحس براسك واخد راحتك ومهوي، بعكس الحوايج اولا الستيلات الاخرين اللي كيخليوك تكون بحال ما مرتاحش وكيكونوا لاصقين عليك. السبب الثاني هو كيف ما كان الجسم ديالك فراه غادي تلبس الاوفر سايز، يا اما غادي يكون ضعيف يا صحيح، كيف ما كان فراه غادي يجي معاك في كل الاحوال. مزيان، دابا عرفنا بلي الاوفر سايز يقدر يجي معاك اخويا ولا اختي. الستيب الاولى اللي خاص تعرف سواء كنتي كتلبس هذا الستيل ولا يلاه باغي تولي تلبسو، فالاوفر سايز ماشي تمشي تلبس الحوايج ديال باك الكبار هكا غادي تولي اللي تبان غير مجرتل وصافي، اولا تبغي تشري شي حاجه وانت كتلبس الام فغادي تاخذ ال على اساس راها اوفر سايز، ولا لا هذا غلط كبير كيديروه معظم ديال الناس. ملي مثلا تبغي تشري هودي اولا تيشيرت او اللي بغيتي فغتاخذ لاطاي ديالك وغادي تكون مكتوبه حداها اوفر سايز، هو هادشي اللي خاص تاخذ، ماشي تمشي تزيد نمره اولا تنقص نمره اولا ما عرفت. فهذا راه غلط اللي كيديروه بزاف ديال الناس. الخطا الثاني وكاين بزاف ديال الناس اللي كيديروه هي كيشريو سراو لي اوفر سايز ولكن من الفوق كيلبسوا شي حاجه اللي فيتو مجموعه عليهم، وهذا غلط كبير كيخسر لك اللبسه كامله وكيضرب لك كلشي في الزيرو. من وجهه النظر ديالي كننصحك انك تشري الفوق والتحت اوفر سايز باش يكون هناك واحد التناسق وتكون واحد الجماليه في الحطه. وفي حاله ما انت بغيتي انك تاخذ غير قطعه وحده اللي تكون اوفر سايز فمن الاحسن انك تاخذ الفوق اللي تكون اوفر سايز والسروال يكون عادي واللي يكون فيه واحد شويه باش تحقق شكل في اللي جمالي وكلشي باغي يحققه. اما النقطه التاليه فكنضحك الا ما كنتيش طويل اولا قصر شي شويه فلبس اللبسه بلون واحد. علاش بالضبط غير القصر شي شويه هما اللي غادي يشريو الحطه في لون واحد؟ ببساطه الاوفر سايز غادي يبينك عريض، ملي غادي تبان عريض يعني غادي تبان قصير، وهذا الشيء حنا ما بغيناش. لذلك من الاحسن تلبس لبسه في لون واحد، وهنا ما غاديش تبان قصير وغادي يكون واحد التناسق وغيبان طولك عادي. اما الا قسمتي اللبسه الالوان مختلفه مثلا السروال في لون والتيشيرت في لون اولا الهودي في لون فكون متاكد غادي تبان قصير وما غاديش يبان المنظر ديالك زوين. والنقطه المهمه هي انتبه بزاف للشوز اللي غادي تلبس حيتاش عندها واحد الدور كبير في كيفاش غادي تبان اللبسه، ومن الاحسن السبرديله تكون عاليه. فكما كنعرفوا الاوفر سايز كيكون واسع على الجسم ديالنا فغير غادي تضرب كلشي اوفر سايز. الا لبستي سبرديله اللي حاضره فغادي تضيع اللبسه كامله. هادشي علاش ضروري تكمل الجماليه ديال الحطه ديالك بالسبرديله اللي تكون كبيره ولا عاليه. وغادي نعطيكم امثله، فمن الاحسن تكون نيو بالونس اولا اير فورس اولا جوردن، المهم عندكم الاختيار، غير هو ضروري تركزوا على السبرديله تكون عاليه وتكون كبيره باش يجي تناسق. حيت الا لبستي السبرديله اللي حاضره فراه ما غاديش تبان كاع وهنا ما غاديش يكون لوك زوين. اما اللون فعندكم الاختيار، وكما قلنا قبيله فمن الاحسن الا كنتي قصير انك تلبس السبرديله باللون ديال الحطه ديالك. هنا كون متاكد غادي تبان طول عادي عندك، ما غاديش تبان قصير اكثر من القياس. كتبقى لكم الحريه ديال اختيار اللون حيت كل واحد فين عايش كل واحد اللون اللي غادي يصلح له. فحيت شي مناطق ما غاديش يصلح معهم البيض راه حاسب بكم، لذلك عندكم الاختيار ديال اللون، خذوا اللي بغيتو. فإلا طبقتي كاع هاد النقط اخويا ولا اختي وركزتي على الالوان وعلى الكاليتي ديال الحوايج فكون متاكد اجي احسن من كاع اللي كيلبسوا الاوفر سايز. فإلا عجبك هاد الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وكتبوا لي المواضيع اللي بغيتو في الكومونتيرات باش نقدر نعاونكم. تهلاو.